فيديو النهارده هقول لكم ازاي تعملوا فرايد تشيكن في البيت او فراخ كنتاكي في البيت. كل النصايح وكل المعلومات اللي محتاجينها عشان تعملوا الفراخ دي في البيت بنفس الشكل بتاع المطاعم، نفس اللون، نفس القرمشة، ازاي تكون مستوية 100% من جوه، مفيهاش ولا كتل دم ولا الحاجات دي. ازاي كمان تعملوا تتبيلة مميزة جدا وفي نفس الوقت بسيطة جدا جدا. خلونا نبتدي على طول ونشوف الطريقة والمكونات. نتكلم الأول عن الفراخ اللي احنا هنستخدمها. الفراخ لازم يكون حجمها صغير، يعني الفرخة دي كان وزنها 800 جرام، 800 900 1000 اللي هو كيلو يعني. كده تمام قوي. أكتر من كيلو يعني ممكن تقلقوا شوية في التسوية، فكل ما تستخدموا فراخ حجمها صغير كل الموضوع هيبقى تمام معاكم. هنقسم الفرخة دي تقريبا على 10 قطع. قسمت كده الورك زي ما انتم شايفين لجزئين، وحاولوا ان انتوا تحافظوا على شكل الجلد من بره لان هو اللي بيدينا الشكل المظبوط. وبعمل فتحات بالسكينة كده جنب العظم من غير ما بهدل شكل الجلد عشان اضمن كمان التسوية. ده الورك كده 4 قطع. الصدر بقى بشيل الطرف بتاع الجناح ده لانه بيكون زفر شوية فبستغنى عنه، ومن جنب الدبوس بتاع الصدر كده بقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبستخدم المقص مع الجلد بس عشان خاطر برضو زي ما قلت لكم احافظ على شكل الجلد من غير ما يبقى مبهدل. كده جزئين كمان. بقيه الصدر بقسمه من النص اللي هو الاخراني كده زي ما انتم شايفين، ده قطعه، وبقسم الصدر نفسه من جوه لقطعتين، وبشيل القطعه الاخرانيه اللي هو الرقبه كده زي ما انتم شايفين. كده 10 قطع. بتحبوا الرقبه استخدموها، بتحبوهاش تقدروا ترموها او تستغنوا عنها. كده 10 قطع. بغسلهم واشطفهم وانشفهم كويس من اي سوائل زياده فيهم. وبعد كده احضر التتبيله. التوابل اللي انا هستخدمها في التتبيله عباره عن معلقه كبيره مليانه كده من البابريكا، بصل بودره وتوم بودره وفلفل اسود. هنحتاج كمان مرقه فوريه او بهارات فراخ برضو معلقه كبيره، وربع معلقه صغيره من الجنزبيل البودره والبودره الخردل موجودين عند العطار. لو مش موجودين تقدروا تستغنوا عنهم وتكتفوا بالثوم والبصل والبابريكا والفلفل الاسود وبهارات الفراخ اللي هي المرقه الفوريه. وطبعا بقى الملح ورشة سكر صغيرة كده، ونسيب بقى الفراخ في التتبيلة دي لو من بالليل يكون أحسن، ممكن 4 ساعات يكونوا برضو كفاية. طبق تاني فيه كوباية من الدقيق ومعلقة ونص كبار من النشا اللي هو نشا الذرة، وهنزود عليهم نفس التوابل اللي استخدمناها في تتبيلة الفراخ بس بمقدار معلقة صغيرة. كل اللي هنزوده عليهم هو معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة صغيرة من الكركم عشان يدينا لون حلو، رشة صغيرة جدا ممكن كمان تستغنوا عنها. ومعلقة البيكنج باودر هتديكوا بقى الشكل اللي انتوا دايما بتشوفوه في المحلات والهشاشة كده في الكفر الخارجي. هنقلب كل الكلام ده بمية لحد ما تبقى عجينة سايلة. مش عايزينها تكون تقيلة خالص، عايزينها تكون سايلة عشان الكفر اللي بره ما يكونش سميك او محجر كده معاكم. طبق تالت بقى وده اخر طبق اللي هو الكفر الخارجي، عبارة عن 3 كوبايات دقيق، 3 معالق كبار من النشا، وما تزودوش نشا اكتر من كده، ممكن كمان تقللوا. لو زاد عن كده الكفر هيبقى مقرمش زيادة عن اللزوم، مش هتعرفوا اصلا تاكلوه. وبس كده، مفيش اي حاجة تانية، مش بنزود على الكفر الخارجي ولا توابل ولا اي حاجة. قلبتهم مع بعض، وبعد الفراخ بقى ما قعدت في التتبيلة شوية حلوين نقلبها الاول في الدقيق. تاخد طبقة خفيفة كده من الدقيق، نفضها كويس من اي دقيق زيادة عليها، نحطها في العجينة السايلة اللي احنا عملناها، ونشيل منها برضو اي زوايد نسيبها تنقط كده. وبعد كده نرجعها الدقيق تاني ونقلبها بقى بايدينا كده من تحت لفوق من غير ايدينا ما تلمسها. 10 تقليبات كده ولا حاجة هتلاقوها اخدت بقى معاكم الشكل اللي هو زي ما انتم شايفين كده، شكل تمويجات كده على الوش. وبس كده هو كده جاهز ان هو ينزل في الزيت على طول. ما ينفعش تعملوا الكمية كلها وتسيبوها على جنب وبعدين نروح نقليها، لا، اللي ينزل في الدقيق لازم يكون الزيت مستنيه. اكلمكم بقى شوية عن الزيت والتسوية. الزيت لازم يكون متسخن كويس جدا الاول على نار عالية، والفراخ تنزل على نار عالية لمدة دقيقتين. وبعد كده بغطي عليه، لازم نغطي عليه عشان نحبس البخار والفراخ تستوي كويس. ونهدي النار، يعني هو دقيقتين على نار عالية، وبعد كده نهدي النار لنار اقل من المتوسطة وهو متغطي عليه. ونعمل ستوب واتش من 12 ل 15 دقيقة على حسب حجم الفراخ. قطعتين في الزيت كفاية، مش اكتر من كده عشان ما تقللوش حرارة الزيت. لو الطاسة كبيرة كده زي بتاعتي ممكن تحطوا 3 قطع صغيرين مش 3 قطع كبار. بنطلعهم على مصفى، بلاش مناديل عشان ما يبقاش طري معاكم. اسمعوا كده بقى القرمشة معايا، قد ايه بجد بيرفكت. كل حاجة فيه مظبوطة، الكفر مش تقيل ومش سميك قوي، الفراخ مستوية. كنت بحاول امسك لكم بس كانت سخنة جدا، بس شايفين العظم لونه ابيض، مفيش كتل دم ولا اي حاجة. عملت جنبيه شوية بطاطس مع كولسلو وصوص شيدر كاتشب واكيد صودا.
عشان بقى تبقى وجبة كومبو من بره، بس احنا عاملينها في البيت بطريقة انضف واضمن كتير. هسيب لكم اللينك بتاع صوص الشيدر والكولسلو تحت في الكومنتس لو عايزين تعملوه زي المطاعم واحلى. جربوا الوصفة دي، انا واثقة ان هي تعجبكم جدا، واهتموا بكل النصايح والمعلومات اللي انا قلتها لكم عشان يطلع ناجح معاكم من اول مرة. بالهنا والشفا مقدما لاي حد هيجرب الوصفة دي، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.